الايام اللي فاتت بين السفير السعودي وبين الاخ رئيس مجلس اداره الاهرام. سفير الجزائر دعا لعشاء عمل على شرف الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحده، وجاب مجموعه سياسيين وكان من بينهم الاخ احمد النجار رئيس مجلس اداره الاهرام اللي كان لسه جاي من ايران يوم الثلاث وحضر يوم الاربعاء، وجرى نقاش، اتفتح نقاش. اخضر ابراهيم بيتحدث عن المواقف وغيره اللي موجوده مع سوريا وغيره، فاذا بالاخ احمد يهاجم هجوم شديد المملكه العربيه السعوديه وان هي المسؤوله عن كذا وعن كذا وعن كذا. السفير السعودي الراجل رد عليه واتكلم عن الدور اللي بتقوم به ايران في المنطقه وفي العراق واليمن. وهنا اشتبك احمد النجار مدافعا عن الموقف الايراني وقال ان السعوديه هي اللي قمعت الثوره في البحرين، بيسميها ثوره في البحرين، العمل الطائفي بيسميه ثوره في البحرين. وحصل احتداد كبير وصل الى حد انه القوا الميه على بعض، وقام السفير السعودي انسحب وغادر المكان. فسفير الجزائر حاول يرجعه، فالسفير السعودي قال له مش هرجع الا اذا كان الاخ ده يمشي. وهكذا الحال. بعد وسائل الاعلام قالت لك السفير السعودي غادر الى بلاده، وده ما حصلش، الراجل راح يتعالج في المانيا. الازمه دي بغض النظر عن المواقف، كل واحد يبقى له موقفه، انما انا لا يجب ان اسعى بخلافي واني اوظف صحيفتي ولا غيره بهدف اثاره الازمات مع الدول العربيه. انا مش وقته، ولا يجب ان يقال. ممكن يبقى لك تحفظ على الموقف السعودي، انت حر، لكن في حاجه اسمها علاقات بلدين، في حاجه اسمها 2.5 مليون مصري في السعوديه. تسببتوا في ازمات كتيره قبل كده، ومين اللي بيعمل ده؟ رئيس مجلس اداره الاهرام. انا بسال الدوله المصريه مين ده؟ سايبينه ليه؟ يخرب في علاقات البلاد ليه؟ يخبط في الحكومه ليه؟ دي الاهرام. الاهرام يا دوله، الاهرام الصحيفه الرسميه الاولى. انا بعذر الراي العام السعودي لما قال لك دي الدوله المصريه، لان دي صحيفه الدوله ما هيش جريده خاصه. فهل احنا وصلنا الى طرف الخلاف مع دوله وقفت مع البلد دي بكل قوه وكل حسم من اول يوم؟ لما يجيني واحد تاني بكره يقول كذا على الامارات، ما انت سبتها قاعده بقى، اي حد يتكلم اي حاجه الشعب المصري هياكله. لان احنا مش عايزين خلافات حتى حول مواقف سياسيه. ما الرئيس له موقفه من الضربه الروسيه، وهو موقف صحيح وواقف. ايوه روسيا لازم تدخل وتضرب الارهابيين، الموقف ده بيختلف مع دول خليجيه، لكن مش معناه ان احنا هنوصل خلافنا الى الدرجه اللي يخرج فيها البعض عن اللياقه الادبيه في الكلام. لا، خلاف الراي لا يفسد للود قضيه. خلاص انت شايف الحل كده، انا شايفه كده، باحترام بادب، لكن ما اعملش فرقعه واعمل بطوله وانا راجل مسؤول ومعبر عن صحيفه معينه او عن مؤسسه معينه، وان انا القح في مقالات موجوده، المقالات في الاهرام القح. لا يا سيدي، لا توظف هذه الصحيفه لمصلحتك ولا لاتجاهك انت او غيرك، ما ينفعش. مش عايز روح سيب الصحيفه، انما دي صحيفه الدوله المصريه، انت لست مسؤولا عنها. وانا بسال المجلس على الصحافه اين موقفك؟ هنسيب الدنيا كده متلخبطه؟ طب اقرا المقالات وحلل مضمونها. الكلام ده ما ينفعش. نحن هنا في مرحله بناء، نحن هنا مسؤولين عن علاقات استراتيجيه تاريخيه. واحد يطلع لي في التلفزيون يلقح، واحد يطلع لي في وسيله اعلاميه يسب. طب ما انت يا اخي انت بتدي تبرير للاخرين بقى انك تتسب كمان. الناس ألسنتها عاجزه يعني؟ ما هيقولوا لك نفس الكلام. طب ليه؟ ما انا بعبر عن موقفي. انا بقول لك هنا انا شخصيا مختلف في هذا الموقف، ومؤيد بكل قوه ضرب روسيا للارهابيين، وضد
اسقاط الاسد ضده، لانه رمز الان للدوله السوريه، وسقوطه معناه الانهيار، والانهيار يعني ان الارهاب هيوصل للخليج ويوصل لمصر وكل حته. بس دايما في حنكه، في دبلوماسيه. وعندما اكون مسؤولا عن مكان او مؤسسه ما اقعدش القح في مقالاتي بقى، لان الجورنال ده مش بتاعك ولا تبعك ولا بتاع اتجاهك ولا 6 ابريل ولا اشتراكيين ثوريين.